السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم لاطار ديال البوناني بواحد الجينواز اللي ساهله وكلاصاج اللي كيجي ميغوار وزوين. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. اول حاجه غنحتاجو 5 البيضات بدرجه حراره المطبخ، غنحتاجو 160 غرام ديال الدقيق ما يعادل كاس ونص، غنحتاجو 150 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس بقياس العنبه، غنحتاجو واحد 30 غرام ديال الماء و30 غرام ديال الزيت ما يعادل واحد الربع كاس، قبيصه د الملحه خماره من وزن 7 غرام، وجوج معالق ديال الكاكاو. هادوك المعلقه د الكاكاو غنكونوا ديجا نقصناهم من الطحين. درتو معلقه د الكاكاو غتنقصوها من الطحين، درتو جوج غتنقصوا جوج معالق من الطحين. كنتمنى يكون الشرح واضح. اول حاجه كناخذوا الخمسه د البيضات، كنبداو نطربوهم، كنضيفوا عليهم قبيصه ديال الملحه، ومن بعد كنبداو نضيفوا السكر تدريجيا وحنا كنستمروا في التحريك. غنطربوا الخليط مزيان حتى يضاعف لنا الحجم ديالو ويصبح على شكل بحال الرغوه بيضاء، ويضاعف الحجم ديالو لكثر من 3 ديال المرات. غير استمروا البنات بالتحريك، وإلا شفتوا ما بغاش يطلع معكم كديروا من تحت منه واحد شويه ديال الماء دافي. الحراره كتساعد البيض انه يطلع. من بعد كناخذ واحد جوج معالق ديال هذاك الخليط اللي ديجا طربنا، البيض والسكر سنيده، كنضيفوا عليه 30 غرام ديال الماء و30 غرام ديال الزيت. ما كنضيفوهاش البنات مباشره باش ما كطيحش لينا داك البيض. كنخلطوه مع ديك جوج معالق مزيان، عاد كنضيفوه على الخليط وحنا كنحركوه غير بشويه. دابا غندوزو البنات باش غنضيفو الدقيق واخا تكونوا ديجا متغربلينو، ضروري ملي تكونوا كتضيفوه عاودوا غربلوه. كنضيفوا 160 غرام ديال الدقيق، وكما قلت لكم البنات هذيك 160 غرام انا راني نقصت منها جوج معالق د الكاكاو وهي اللي زدتها كاكاو. شحال ما نقصتوا الكميه ديال الدقيق زيدوا كاكاو. ممكن تعبروا بالميزان، الا ما كتوفروش على الميزان انا غنخلي لكم في صندوق الوصف العبار بالكاس ديال قياس العنبه والعبار بالمعلقه. غنبقاو نضيفو الطحين والكاكاو تدريجيا وحنايا كنخلطو غير بشويه. ما تطيحوش البنات هذاك البيض، بقاو تخلطوا من التحت للفوق وانتم غير بشويه. انا راني مسرعه على اقصى درجه، وشوفوا كيفاش كيبان لكم التحرك كيبان لكم بطيء. منين كيتخلطوا ليا العناصر كاملين كناخذ اللاطه اللي غندير فيها اولا اللي غندخل الفران. انا نفس الخليط البنات درتو جوج مرات. المره الاولى درتو في لاطه اللي دايره اللي غنقسمها في النص هذيك الجينواز، وبالنسبه لنفس المقادير درتها مره ثانيه درتها في لاطه طويله اللي غتجيني جينواز مربعه، اولا ممكن حتى تقسموها دائريه. مهم انا غير بغيت نوضح لكم ان ممكن ديروها طويله وحده، وممكن انكم ديروها دايره وتقسموها في النص، كتجي ناجحه في كلتا الحالات. دخلتهم البنات الفران، ما خداوش معايا بزاف ديال الوقت، تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه وصافي. من بعد منين خرجتهم كتغطيوهم البنات، ما كتخليوهمش هكاك عريانين باش ما كييبسوش ليكم. كتحاولوا انكم تغطيوهم ترجع فيهم ديك السخونيه. والجينواز ما تخدموش بها في نفس النهار اولا ما تخدموش بها وهي سخونه. او موان لا كنتو خدمتوها الصباح خدموا بها في العشيه، كنتو صوبتوها في الليل من الاحسن خدموا بها في الصباح باش ما كتهرش معكم. هذا هو الشكل ديال لاجينواز ديالي. من بعد ما طابت خليتها البنات حتى بردات تماما، عاد قسمتها كما كتشوفوا ناجحه 100% وكتجي رطبه. دابا غندوزو باش نوجدوا الطبقه المقرمشه مختلفه بلا فوتينغ وبلا براليني. غنحتاجو كاس ديال سنيده مع كاس ديال الماء، غنحتاجو جوج معالق ديال مايزينا ودانون اللي يكون طبيعي اولا يوغورت طبيعي، غنحتاجو اللوز اولا كاوكاو ولا اللي كتوفروا عليه مع قطع ديال الشكلاط. اول حاجه كناخذوا سنيده كنديروها في المقيله باش تطلق لينا وترجع لينا كراميل. من بعد غنضيفوا عليها كاس د الماء اللي كيكون من روبيني عادي، ماشي دافي ولا شي حاجه، عادي. كما كتشوفوا البنات راه كيتكبد معاكم، ما تخافوش راه كيبقى شويه بشويه حتى كيبقى يتطلق وكيولينا بحال شكل لاصوص. غنخليوه هي خضره حتى يتطلق على خاطرو، وغندوزو غناخذوا جوج معالق ديال مايزينا نخلطوهم مع هذاك يوغورت اللي يكون طبيعي ونخلطوهم مزيان. في هاد الاثناء البنات راه حنا مره كنحركوا هذاك لاصوص كراميل حتى كيتطلق لينا وكيولي بحال هكا. من بعد غنبداو نضيفوا هذاك الياغورت مع مايزينا دقه واحده، ماشي تضيفوه تدريجيا، غير كبوه كامل وغتستمروا في التحريك. نتوما كتحركوا نتوما كتشوفوا باللي لاصوص كراميل كتعقد معاكم واللون ديالها كيتفتح.
من بعد منين غنشوفوا باللي هذيك لاصوص راها عقادت لينا ولات لينا على شكل صوص كراميل، غناخدوا القطع ديال الشكلاط اللي ديجا عندنا وغنضيفوه. ممكن البنات انكم تضيفوا شكلاط عادي، انا درت غير كالا. ممكن ديروا شوكولا بالحليب، ممكن انكم ديروا شي نوع ديال الشوكولا اللي يكون زوين، الشكلاط اللي كتوفروا عليه ديروه. غنحركو واحد شويه غير بيد ما داب لينا هذاك الشكلاط. من بعد غنطفي عليه البوطه وغنزيد عليه اللوز اللي مهرمش. ممكن البنات انكم تضيفوا كاوكاو، ممكن تضيفوا الكركاع، اي حاجه نتوما كتوفروا عليها ضيفوها. انا كان عندي اللوز راني حمرته شويه وطحنته، ماشي طحنته بودر، ولكن هي شويه بقى لي هكاك طريفات وضفته. دابا غندوز باش غنبدا نمونطي الكيك. خديت البنات السيركل ديالي لويت عليه السلوفاني باش كيجيني سهل انه كيتحيد. من بعد حطيت الجينواز هي الاولى، الطبقه الاولى من الجينواز سقيتها. هذاك الماء باش كنسقيها فيه كاس د الماء مع كاس ديال سنيده مع جوج ساشيات ديال الفاني، اولا ممكن تنسموا باي حاجه نتوما بغيتوها. كما كتشوفوا البنات هذيك الطبقه المقرمشه كنضيفوها وهي باقا سايحه، ماشي كنخليوها حتى كتشد فراسها باش ما كتعذبناش. غنضيفوها وغنسرحوها مزيان وغنخليوها جانبا تبرد، وغندوزو باش غنوجدو لا كريم ديالنا. بالنسبه للبنات لهاد لا كريم كطيح اقتصاديه وكتجي بنينه ومختلفه في المذاق. اول حاجه غنحتاجو الشكلاط كحل مع كاس ديال الكريمه السائله، غنديروهم فوق البوطه حتى يذوب لينا هذاك الشكلاط، ماشي حتى لدرجه الغليان وانما ديك الشكلاط يذوب. من بعد كناخدو كاس كبير ديال الكريمه او ممكن تاخدو سيترو ديال الكريمه وكنبداو نطربوا. نتوما كطربوا وانتوما كتضيفوا هذيك لاصوص ديال الشكلاط. البنات هاد لاصوص هذه ممكن انكم ديروها حتى بالشكلاط بيض، راني كنت شاركتها معكم في لاطارت اللي فاتت ديال لانيفرسير، درتها بالشوكولا بلون، جات زوينه وجات لذيذه. وحتى هذه ديال الشكلاط نوار جات الصراحه رائعه، غير جربوها البنات. من بعد البنات ما وجدات ليا الكريمه، تاكدوا باللي هذيك الطبقه المقرمشه راها بردات تماما باش ما تطيحش لكم الكريمه. انا راه خليتها في الثلاجه حتى بردات. دابا غنبقى نضيف الكريمه تدريجيا. غندير السطح الاول ديال الكريمه ونسرحها مزيان، ومن بعد غنضيف لا جينواز اللي بقات ليا. انا هاد لا جينواز قسمتها غير على جوج، ما بغيتش نقسمها على ثلاثه حيت ما بغيتش لاطا تجيني عاليه. غنسقيها من الوجه اللي غنقلب على الكريمه، ماشي تسقيوها البنات من الوجه الفوقاني اللي كيكون الفوق حيتاش غتعذبكم الا سقيتوها من الفوق. فاش كتكونوا كتضيفوا الكريمه سقيوها من الداخل من الوجه اللي غتقلبوا على الكريمه. كنتمنى ان نكون وصلت لكم الميساج. غنضيفها على الطبقه ديال الكريم، ودابا غنضيف الكريمه اللي بقات ليا من الفوق وغنسرحها مزيان حتى تولي ليا السطح هكا كليس ملسه مزيان. وصافي غنغطيها بالسلوفان وغندخلها للثلاجه. البنات الا كنتو بغيتو تخليوها تبات كان احسن، الكريمه كتشد في راسها وكتجي زوينه، وحتى ملي كتبغيو تذوقوها من بعد ما كتعذبكمش، ومنين كتبغيو تحيدوا هذاك السيركل ما كتعذبكمش. صافي انا خليتها باتت ليله كامله في الثلاجه. دابا غندخلها للثلاجه وغندوز باش غنوجد لاطارت الثانيه اللي درتها طويله. بالنسبه لهاد لاطارت البنات انا شاركت معكم غير كيفاش مونطيتها. اما بالنسبه للجينواز راه نفس الجينواز اللي درت في هاد لاطارت الاولى. اما بالنسبه الطبقه المقرمشه خدمتها باللوز كراميليزي مع البراليني. دابا كما كتشوفوا درت الطبقه الاولى ديال لا جينواز، سقيتها مزيان بنفس باش سقيت لاطارت الاولى بالماء والسكر والفاني. وغنضيف دابا لا كريم اللي خدمت بها هاد لاطارت البنات ماشي هي نفس لا كريم الاولى اللي درت بالشوكولا. هذه خدمتها بلا كريم دبلومات اللي درت فيها الكريم باتيسير مع لا كريم فريش. بالنسبه لهاد لا كريم دبلومات كتجي الصراحه لذيذه، ولا بغيتو الطريقه ديالها راه كاينه في الفيديو اللي فات ديال لاطارت ديال لانيفرسير، ولا انا راه غنخليكم في صندوق الوصف الطريقه ديالها والمقادير. غنستمر البنات بنفس الطريقه. غنبقى نضيف لا جينواز ونسقيها ونضيف طبقه ديال الكريمه، عاوتاني غنضيف لا جينواز ونسقيها ونضيف طبقه د الكريمه حتى غنكمل لاطارت ديالي كامله. وغنحاول اني نمونطيها من الجناب وكلشي بلا كريم حتى تجي تولي لي ليس كامله، وغندخلها حتى هي تبات في الثلاجه. وان شاء الله لا غدا ليه الصباح عاد غنبدا نزوقهم. دابا البنات غنوجد معكم واحد الكلاصاج اللي كيجي ميغوار وكيجي ناجح 100%، وكيجي فيه واحد البغيون واعر، كيجي واحد البغيون فيه بحال ديال لي باتيسري الكبار. غنحتاجو في هذا الكلاصاج كاس ديال الكريم باتيسير، نص كاس د الماء،
وكاس ديال سنيده، 2 اوراق ديال الجيلاتين و3 د المعالق كبار ديال الكاكاو اللي يكون نوعيه جيده. كنديروا الكاس ديال سنيده مع نص كاس ديال الماء، وكنديروا فوق البوطه حتى كتذوب لينا هذيك السنيده ويوصل درجه الغليان. من بعد غنضيفوا عليه الكاس ديال الكريمه، غنستمروا في التحريك مزيان، وغنضيفوا 3 د المعالق ديال الكاكاو البنات حاولوا انه يكون الكاكاو المر ويكون من نوعيه جيده باش يصدق معكم هاد الكلاصاج ويجيكم زوين. غنستمر في التحريك حتى ما يبقاوش ليا هادوك الحبيبات ديال الكاكاو باينين ويندمجوا ليا كاع العناصر مزيان. من بعد انا ديك الوراق الجيلاتين راني درتهم كيفزقوا في الماء اللي يكون هي من الروبيني، هي الماء عادي. من بعد غنعصرهم مزيان من هذاك الماء وغنضيفهم على داك الخليط وهو باقي سخون، ما تخليوش حتى يبرد باش هذاك الجيلاتين يذوب لكم بسرعه. غنضيفوا اوراق الجيلاتين وغنبقاو نحركو مزيان حتى يذوب لينا تماما. من بعد ضروري البنات طحنوا هذاك الخليط، اما ديروه في مولينكس اما طحنوه بهذا الطرب هذا او هذا الباتور هذا. ضروري انكم طحنوه باش كيندمجوا لينا العناصر وكيطلع حتى هذيك اللمعه وكيتعزز هذاك اللون الكحل. غتاخدوا البنات صفايه وغتصفيو ضروري هذاك الخليط باش يتحيدوا منه هذاك الفقاعات، والا كانت باقا شي حبيبات ديال الكاكاو حتى هما كيتحيدوا. كما كتشوفوا البنات صفيتو مزيان. ممكن انكم تصفيو غير فشي زلافه وتديروه بزلافه اولا بمعلقه. انا درتو في هذيك اللي دايره بحال القرعه، مهم باش يجيني سهل باش انني نزوق به. هنا من بعد ما دازت ليله كامله جبت لاطارت كما كتشوفوا البنات شدات في راسها مزيان. غنحيد لها داك السيركل غير بشويه، دوزوا واحد الموس في الجناب اولا هي حاولوا معها بشويه بلا ما تدوزوا لا موس لا والو، راه هي في البلاصه كتحلوا في البلاصه كيتحيد ليها هذاك السيركل، يعني ما كتعذبكمش بزاف. من بعد ما غنحيدو غنبقى نضيف الكلاصاج ديالي من الفوق غير بشويه. ممكن البنات انكم ديروا من تحت منها شي شبكه وتضيفوه تكبوه هكا في دقه واحده، او ممكن انكم تضيفوا بشويه بشويه. انا ضفت بشويه بشويه بهذيك القرعه كما كتشوفوا اللي كنسقي بها، وغنبقى نسرحو بشويه من الفوق حتى غيتسرح ليا على لاطارت كامله وغيجيني في نيفو واحد. وكما كتشوفوا البنات راه كيجي كيبري وكيجي زوين وكيبين لاطارت زوينه. غنستمر في التزيين ديال هاد لاطارت هادي زوقتها غير بالكلاصاج، ومن بعد ضفت منها في الوسط واحد شويه ديال الشكلاط وديك البيمويات وديك الشي مشكل. المهم نتوما كيبقى التزيين اختياري ليكم، كتزينوا باش ما بغيتي، واهم حاجه هو شنو في قلب لاطارت وكيفاش داير المذاق ديال لاطارت من الداخل. واما بالنسبه للاطارت البيضاء البنات انا خليتها هكاك بلا كريم بيضاء ديالها، وفقط كتبت عليها بوناني من الفوق وصافي. المهم بزاف اللي غيقولوا لي احنا مسلمين ما خصناش نحتفلوا بالبوناني. احنا البنات ماشي كنحتفلوا بالبوناني، احنا كنحتفلوا بواحد السنه جديده اللي كنتمنى ان شاء الله تدخل علينا بالصحه وبالسلامه وباي حاجه ان شاء الله كنتمناو انا وياكم يا ربي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت اللي درت في البوناني. كنتمنى انهم يعجبوكم، كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر. واخا هذا الفيديو غنحطو شويه معطل غيكون ديجا داز راس العام. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى اللي وصل معايا حتى لهنايا ما ينساش الاشتراك ويخلي لي لي جيم ولي كومونتير. بسلام عليكم وسنه سعيده عليكم. باي باي.